طيب هنبدا دلوقتي كده بقى ان احنا نتكلم على التكست، تمام، وازاي تقدر انك تضيف برضو نفس الكلام عليه افكتات، تمام، سواء اذا كانت افكتات كتابه او خروج ودخول وكل الكلام ده ان شاء الله باذن الله. الموضوع هتلاقيه بسيط وسهل، وان شاء الله باذن الله هنبقى نتكلم عن افكت اسمه سيبر افكت. الافكت ده برضو نفس الكلام، هو مجاني، وهقول لك ازاي ان شاء الله باذن الله انك تنزله وازاي انك تستخدمه علشان هيديك حرفيا شكل خرافي جدا، تمام. طيب التكست هو عباره عن التي اللي موجوده فوق، وانس انك ضغطت عليها، تمام، وضغطت على الكومبوزيشن في اي مكان، هيظهر دلوقتي كده عندك طبقه بتاعه اللاير زي ما حضرتك شايف كده، تمام. هتتك عليها تكتين، هيظهر انك دلوقتي كده تقدر انك تكتب عادي جدا، تمام. فمثلا دلوقتي كده انا هكتب افتر تريتمنت، تمام، بس احنا بنكتب اي حاجه، تمام. طيب انا عايز دلوقتي الكلام بتاعي يبدا من انهي ثانيه بالظبط؟ انا عايزه يبدا من بعد ما اللاير دي تنتهي، اللي هي من اول هنا. فهبتدي ان انا، ولا من اول ما الافكت بتاعي يختفي؟ من اول ما الافكت بتاعي ابتدى ان هو يختفي، من اول هنا نفس الكلام، الت وبعدين جيم، تمام، ابتدى ان هو الموضوع ده يختفي بالشكل ده. طيب هاجي دلوقتي كده مثلا انا عايز احرك الشكل ده، طب انا هحركه وهو موجود في البوزيشن ده، البوزيشن بتاعه مش كويس، ده غير كمان البان ده غير كمان الانكر بوينت. يعني لو انت عايز تحركها من النقطه دي، تمام مفيش مشكله، لو عايز تحركها من اي زاويه ثانيه برده مفيش اي مشكله. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نتكلم ازاي هنحرك التكست. التكست دلوقتي كده موجود بشكل مش مظبوط، فتعالى اول حاجه ان احنا هنظبطه. لو جينا بصينا هنا على اليمين هتلاقي دلوقتي كده حاجات ليها علاقه بالتكست، ركز كده معايا اهو التكست هنا بقى، الخط اللي حضرتك انت هتكتب بيه، تمام، الفونت بتاعه دلوقتي كده الستايل بتاعه هيبقى عامل ازاي، هل هو مثلا بولد ولا لا. وهنا طبعا لو احنا جينا نتكلم هنا السايز بتاعها، اهم حاجه تكون مختار اللاير وضغط عليها بالشكل ده، تمام. هنا ده السايز بتاع الفونت، ولكن انا برجح دايما انك لما تكبر الفونت بتاع لما تكبر السايز بتاع الفونت الاحسن تخليها من السكيل، تمام. طيب بعد كده عندك هنا الحاجات دي، هنا مثلا الفي اي دي، لو انت مثلا اشتغلت على وورد قبل كده هتلاحظ ان الموضوع ده سهل عليك، تمام. هنا الفي اي ده معناه اللي هي السبيسز ما بين الكاركتر كل حرف والتاني. ركز دلوقتي كده، بص شايف حصل فرق ما بين الاثنين. طيب عشان يوضح لك الموضوع ده اكتر هنرجع الايفكت اللي احنا عملناه، تمام، ونبدا ان احنا نحرك روتيت اهو، عشان بس يبقى ايه، يبقى الموضوع ظاهر قدامنا بالشكل ده كده. ونسكيل، نقلل السكيل، ولاحظ لو احنا بنعمل سكيل هو بيحصل السكيل من خلال النقطه دي. ركز دلوقتي كده على النقطه دي، بص هو بيكبر وبيصغر من النقطه دي. ليه؟ لان دي نقطه الارتكاز زي ما احنا ما قلنا قبل كده، فلو انت عايزه يكبر او يصغر من النقطه دي يبقى تمام مفيش مشاكل، لكن لو انت عايزه يتغير يبقى لازم تجيب البان بيهايند وبعد كده تحركها، تمام، وتخليها في النص بالشكل ده كده، تمام. طيب فلو احنا دلوقتي كده لاحظنا هنلاقي ان التكست بيكبر وبيصغر من النص مش من المكان الاخير اللي كان هنا. وبعد كده بعد ما نخلص الموضوع ده بنتك على الفي اللي هي سيلكشن تول. طيب خلاص احنا عملنا دلوقتي كده الايه، الكلام بتاعنا. انا مثلا عايزه ان هو يكون في مسافات بالشكل ده، سي مثلا انا حابب ان هو يكون كده، مش حابب هتقلل عادي مفيش اي مشاكل، ولكن انا حرفيا شايف ان هو شكله كده هيكون احسن. طيب لو انا جيت بصيت هلاقي ان اللاير دي هتطلع على طول. طب ما هو ده معناه ان دلوقتي كده ده مش احترافي، ده الموضوع مش شكل احترافي. طب علشان الموضوع يكون بشكل احترافي اكتر هتعمل ايه؟ لازم تعمل افكت. الافكت هنا احنا هنضيف تو افكت، وممكن نضيف افكت ثالث ولكن مش دلوقتي. هنتك دلوقتي كده على جزئيه الافكت، تمام، اهو افكت اند بريسيت، ونضغط على اللاير بتاعتنا. هنلاقي ان الافكت بقت موجوده تحت اهي. مثلا انا عايز اكتب حاجه اسمها تايب رايتر. تايب رايتر ده هو عباره عن افكت لو انت خدته، تمام، ورحت جاي حاطه على اللاير هتلاقيه ان هو بيكتب لك الكلام على حسب دلوقتي كده اللغه بتاعتك، يمين شمال شمال يمين، تمام. انتك هنا دلوقتي كده على اليو، ببص كده لقيت ان انا عندي كي فريم اولي وكي فريم نهائي.
هنا بتبقى عباره عن حاجه محفوظه لمده 3 ثواني، يعني الايفكت ده بيبقى محفوظ لمده 3 ثواني، انا مش عايزه يبقى في 3 ثواني، فساعتها همسك الكي فريم الثاني الاخير وهقربه من الكي فريم الاولاني بالشكل ده. بص اهو كتب الكلام زي ما حضرتك شايف بالشكل ده كده. بص اهو لو انا لغيت الايفكت خالص تمام بالشكل ده كده اهو ظهر فجاه ما كتبش. لكن تعالى دلوقتي كده نعمل التايب رايتر تمام. وعلى فكره الايفكت بيظهر معاك من النقطه اللي حاطط فيها الايه الانديكيتور تمام. تك هنا يو ونقرب الايفكت بتاعنا تمام اهو بالشكل ده كده، ونلاحظ ان هو اول ما دخل ابتدى يتكتب بالشكل ده افتر تريتمنت. طيب ده ايفكت تمام. ممكن تحط اكتر من ايفكت على نفس اللاير عادي مفيش اي مشاكل خالص. والكرياتيفيتي دايما هتلاقيها في انك تحط اكتر من ايفكت in the same layer، ولكن ازاي تقدر تتحكم فيها وده اللي احنا برضو نفس الكلام ان شاء الله باذن الله بنقوله برضو في الكورس تمام. طيب تعالى دلوقتي كده نكمل الموضوع. هنبدا ان احنا نضغط مثلا دلوقتي كده على افكت والبريسيت ونعمل جلو ديب جلو مثلا، ونبدا ان احنا نحطه بالشكل ده. اداني الايفكت زي ما حضرتك شايف، وعرفنا قبل كده ازاي نلغي الايفكت، نلغيه من الاف اكس اللي موجوده هنا على ايدك الشمال فوق تمام اهو. لغينا الايفكت ظهر الايفكت. طيب انا حاسس دلوقتي كده ان الجلو عالي جدا، ساعتها تقلل الاكسبوجر شويه بالشكل ده، راديوس حبه تمام تمام، وظهر معانا الموضوع بالشكل ده كده تمام. عايز تسرع اكتر تمام، وطبعا ما تنساش الاف 9 تسرع اكتر تمام. انا مثلا عايز اخلي الموضوع ده يبقى ماشي سريع جدا، فساعتها انا هعمل الايه الكي فريم الاولاني ده بالشكل ده كده، والكي فريم الثاني بالشكل ده كده. فلو جينا لاحظنا بص الحركه، طبعا هو هنا بيعمل حاجه اسمها ريندرنج لان انا شغال هنا على الفول كواليتي تمام. طيب هتلاقي ان الدنيا بتحصل فيها لاج، ده عادي جدا لو انت بالذات على الفول كواليتي، دي بيبقى حاجه اسمها ريندرنج علشان تعمل بريفيو تمام. اهو اتكتب معانا بسرعه قوي على عكس ما احنا كنا عاملينه في الاول. بص ارجع تاني كده اتكتب معانا واحده واحده. طيب عايز تغير مثلا افكت بالشكل ده مثلا كده اهو اهو بص ده برضو نفس الكلام ريندرنج، وترجع تعمل مره ثانيه اهو. شايف ان هو عمل بسرعه بعد كده بالراحه. طيب ده تاثير. تعالى مثلا دلوقتي كده نعمل مثلا دلوقتي كده حاجه اسمها تاثير اللون مثلا. انا عايز اغير اللون بتاعه، فهاجي هنا على الايفكت مش عايز لونه ابيض، ممكن انك تيجي هنا على الفيل وتغير اللون بتاعه بالشكل ده موف، او تيجي هنا على الايفكت وتعمل حاجه اسمها تنت تمام، وتاخده ودراج ودروب تمام. لو جينا بصينا عشان نغير الايفكت اللي حصل ده، هنيجي برضو نفس الكلام هنا على افكت التنت نلغيه او موف. وانس انك حطيته يبقى انا كده حطيت الايفكت ده عشان تتاكد انت حاطط الايفكت ولا لا. طيب انا عايز اغير اللون مثلا اخليه لون احمر. طيب هنا احمر وفي بياض عشان ده اللونين اهم تمام، لونين احمر وابيض يبقى احمر فيه بياض. طيب لا انا عايزه كله يكون احمر اهو بالشكل ده. نفس الكلام ممكن ان احنا نعمل فليكر عن طريق دلوقتي كده الاوباستي زي ما انا قلت لك. هتبدا انك تعمل التي اوباستي مثلا ونخليها 50 ونمشي 10 فريم شيفت وبعد كده بيج داون، وبعد كده نخليها 0، وبعد كده ناخدهم الاثنين كوبي ونمشي 10 فريم وبيست كنترول سي كنترول في تمام، كنترول سي كنترول في 10 اهو كنترول سي كنترول في، ونبدا ان احنا نشوف الايفكت اهو هيبدا ان هو يد ويطفي تمام. طيب ده فليكر يدوي. في بقى فليكر تاني تمام انا عامله تمام، هو بيبقى عباره عن بريسيت كده، لان انا بقول لك هي عباره عن ايفكت اند بريسيت تمام. لو جينا بصينا هلاقي دلوقتي كده انا عندي حاجه اسمها فليكر، ده انا اللي عامله فليكر بي دي يعني اختصار لفوتودونتكس، ده انا اللي عامله وانا اللي حاطه تمام. وده بيبقى موجود يعني ده انت حضرتك يعني بصنعه تمام، وابتدي ان انا اخلي لك الايفكت ده مظبوط تمام، بحيث انك يا دوب تاخده تعمل له دروب على اللاير، يبدا ان الايفكت يحصل على طول من غير بقى ما تقعد تعمل اوباستي
وتضيع معاك وقت. ويبقى في افكتات ثانيه كتير جدا برضه معموله على نفس الكلام ده، وبرضه نفس الكلام الفليكر بي دي ده هبقى اسيبه لك تحت برضه نفس الكلام في لينك في الديسكربشن، وهقول لك ازاي نحمله، وكمان ان شاء الله باذن الله تنزله وتدخله على الافتر افكت، لان البلجن اللي هو التاثيرات زي مثلا السيبر او مثلا تاثير جلو او ايا كان، دي حاجات مثلا بنقول عليها بلجن، دي بندخلها تمام على افتر افكت، في منها المدفوع زي ما احنا ما قلنا او اللي هو الفري. في حاجات بقى بريسيت، ودي حضرتك انت بتبقى عامل كده كوليكشن انت اللي مظبطه وانت اللي عامله بمزاجك وكله تمام عشان يسهل عليك في شغلك، في نفس الوقت ممكن ان انت تديه لاي حد برضه نفس الكلام يسهل عليه الشغل بتاعه. طيب هعمل دراج دروب بالشكل ده، وما انساش ان انا مخلي الاوباستي ترجع للشكل الطبيعي بتاعها اهو تمام. نخلي مثلا دلوقتي كده الاوباستي بتاعتنا 100 عادي جدا مفيش اي مشاكل. هبتدي ان انا اشيل الايفكت او البريسيت بتاعنا ده تمام اللي هو فليكر بي دي، ودراج دروب اختفى. لاحظ بقى، بص ايه اللي هيحصل، شايف؟ دي طبعا هتبقى اشيك بكتير جدا من ان انت تعمل اختفاء وظهور اختفاء وظهور تمام، لكن شايف الفرق؟ طبعا انت هنا برضه نفس الكلام عشان تشوف الايفكت، او انا عامله لك وجاهز بص اهو، وكمان عامل لك كمان ليه ايزي ومظبط لك الدنيا وكله تمام يعني تمام. فدي اللي احنا بنقول عليها البريسيت بالشكل ده تمام. ده بالنسبه للكتابه تمام والايفكت بتاعك. نفس الكلام لو انت عايز تعمل عليها حركه برضه نفس الموضوع، تدخل عليها عادي جدا تمام، تعمل مثلا دلوقتي كده وليكن البوزيشن بي، انا عايز بعد ما خلاص كتبت الكتابه بتاعته احركه من النقطه دي تمام للنقطه دي بحيث ان هو يطلع لفوق، خلاص انا عايزه يختفي، فهطلعه لفوق بالشكل ده اهو. انا اهو بعد ما عمل الفليكر ركز معايا، بص اللي هيحصل، طلع لفوق. لقيت الحركه بطيئه يبقى انا هقرب اعمل ايز اف 9 نفس الكلام اهو، بعد ما اخلص طلع لفوق. في ريندرنج عشان اعمله على الفل اهو طلع مره واحده. طيب لاحظ بقى دلوقتي كده معايا نقطه مهمه جدا، وهي حاجه اسمها موشن بلور. اي حركه طبيعيه في الدنيا تمام بتحصل ولكن بسرعه بينتج عن ذلك حاجه كده بنقول عليها، عارف انت اللي هو بتحس ان في حاجه بتخطف عينك كده، ده اسمه الموشن بلور. الموشن بلور ده بيحصل مع الحركات السريعه، وده علشان تعمله لازم ما تكونش الفيو بتاعك ما يكونش ده، لازم تضغط هنا على حاجه اسمها التويجل سويتش، تضغط عليها هنبص هنلاقي ان القائمه اختلفت. بص هنا كانت قائمه وهنا قائمه ثانيه خالص تمام، هنلاقي ان الموشن بلور هي اول واحده هنا. فانا علشان الحركه دي تتم بسرعه هنضغط على الموشن بلور بالشكل ده كده. بص بقى ايه اللي هيحصل، بص ركز معايا، بص ركز، شايف الايفكت؟ طب تعالى نلغيه اهو، بص وانا بتحرك مفيش حاجه. طب بص كده لو انا عملته بقى فيه زي ايفكت. الموشن بلور ده بيحصل مع حاجات بتتحرك بسرعه، وده طبعا بيحصل دلوقتي كده في الافلام بتاعه الخيال العلمي تمام، وبالاخص مع فيلم فلاش. على فكره انا مش قد معجبين بالفيلم ده، بس مش الفيلم بس، ده الفيلم والمسلسل بتاعه كمان يعني. بس يعني لو انت مش بتحب مثلا دلوقتي كده جزئيه الدي سي فما انصحكش انك تتفرج عليه خالص، لانه يعني موضوع كبير ما علينا. فبيبقى فيه الايفكت ده، ايفكت الموشن بلور بيحصل تمام، فزي ما انت شايف كده بيدي نوع من الجمال. طيب لو انت عايز بقى تظبط دلوقتي كده التكست بتاعك مثلا عايز تخليه في النص او الكلام ده، هتلاقي من الحاجات دي بالظبط كده تقعد بقى انت تدعبس فيها عشان تحرك مثلا، تخلي مثلا موجود في السنتر، تخليه مثلا الاين هوريزونتال الاين فيرتيكال، كل الحاجات دي للناس اللي هي بتشتغل على وورد يعني مش هضيع فيها وقت عشان اقعد اشرح لك حاجات زي كده تمام. طيب دي غالبا يعتبر افكتات كتير. طب انت عايز تغير مثلا دلوقتي كده التكست بتاعك، عندك هتتك طبعا على اللاير بتاعتك وتدخل هنا وتغيره مثلا دلوقتي كده بالشكل مثلا، وليكن عندنا طبعا هنا حاجات كتير جدا يعني، ممكن انا اغيره كده فتحول لده تمام، او ممكن انا اخلينا في الاولاني ولكن احوله من ريجولار الى بولد بالشكل ده. لو انت لاحظت الريجولار او البولد شايف، لكن هنا بص بيدي سماكه، فاهم الفكره؟ طيب وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على السيبر ايفكت، وهنتكلم كمان عن حاجه مهمه جدا، فاستنوني الفيديو الجاي. وبس كده، بالتوفيق ليك.